مساء الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض المبكبكه الليبيه. اشهر اكله ليبيه بتتعمل في ليبيا، هي سهله قوي، مكونه من لحمه ومكرونه وصلصه وبصل وكركم وشطه وفلفل اسمر وملح وثوم، وطبعا الطماطم، عصير الطماطم. انا حبيت اعملها بالزيت والسمنه، فحطيت زيت في الحله وهحط سمنه. وهشوح البصل تشويحه بسيطه كده، نفس طريقة الطبيخ يا جماعة، يعني نفس طريقة لما تبقى بتعمل مثلا بامية أو بسلة أو كده، اللي هو بتشوح البصل وبتحط اللحمة تاخديها تشويحة كده، وبعد كده بتحطي عصير الطماطم. أنا هنا حطيت زيت وسمنة، وحطيت البصل، أنا كنت مقطعة قطع صغيرة. وحطيت معلقة صغيرة أو نص معلقة كمان من التوم. وهنا بقى هحط اللحمة، بس أنا اللحمة بقري، هي أقل من نص كيلو بتهيألي. ومقطعاها قطع صغيرة، يعني مقطعاها على قد يعني المعلقة كده. وكمان عشان تبقى سهلة في التسوية، تستوي بسرعة، ما تتعبنيش. أخدتها تقلبتين كده، وهحط بعديها معلقة الكركم والفلفل الأسمر. هنا حطيت فلفل أسمر، أنا ما حطيتش ملح خالص في الأول، علشان الملح بيعجز اللحمة، يعني إيه بيعجزها؟ يعني ما يخليهاش تستوي بسرعة. فاحنا على طول بنحط الملح متأخر شوية علشان تستوي. أنا هنا حطيت الكركم والفلفل الأسمر بس، وهاخدها تقليبة كده واشوحها. حتى بصوا، خدتوا بالكم انها لونها بقى اصفر كده او اورنج؟ لونها كان حلو قوي. وممكن تتعمل من غيرها، الكركم ده اختياري اختياري. وحطيت معلقتين من من ايه يا جماعة؟ قولولي. معلقتين من الصلصة يا جماعة، مالكم في ايه؟ وقلبت كده كويس. وبعد كده بقى هنزل عليهم بشفشق الطماطم، أو عصير الطماطم، آه، كلها كده. وانا كنت مولعه الميه على النار، او ميه في الكتل، ميه سخنه. حطيت شويه ميه سخنه كمان على الصلصه، وهسيبهم بقى يستووا، يعني اللحمه بقى تستوي وتاخد وضعها. وهقفل عليها يعني، وهسيبها بقى، وهقفل عليها بالغطا، وهسيبها شويه. هي أخدت في حدود تلت ساعة أو نص ساعة سوا. أنا القرن الفلفل الأخضر ده خلى الأكلة في حتة تانية يا جماعة. عايزة أقول لكم، خلى الأكلة حلوة قوي وحراقة كده وسبايسي. طبعا ده اختياري برضو، لو هتاخدوا بالكم. أنا دلوقتي أهو حطيت الملح، وهحط شوية شطة حمرا، برضو ده اختياري، عشان في ناس كبيرة ما بتقدرش تستحمل الكلام ده، بس أنا وجوزي بنحب الحاجات المشطشطة. وهنا كنت حاطة مكرونة، رحت حطاها. آه المفروض ان انا احط شوية مية سخنين تاني، هحط وهسيبهم بقى. مكرونة مش هتاخد 10 دقايق في السوا يا جماعة. انا انا ككيكي حسيت ان انا كترت شوية، يعني المفروض كنت قفلت عليها من بدري عن كده. حسيت ان المفروض كان يبقى فيها صوص اكتر من كده، بس هي كان طعمها قمر وجميل. اتمنى تعملوا لي سبسكرايب وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، ويكون عجبكم الاكل. شكرا.